كتكون ما عليك ما بيك، حتى كتجيك واحد الكريز ديال القلق، الحزن أولا الغضب بلا ما كتكون معول عليها. فجأة هاد المشاعر بحال شي عاصفة مفاجئة كتجي بقوة، كتقلب عليك كلشي وكتخليك ضايع. ولكن الحقيقة هي أنك انت ماشي هاد العاصفة، انت هو الشخص اللي كيشوفها من بعيد. اليوم غادي نتعلمو كيفاش نتعاملو مع هاد العواصف الداخلية، وكيفاش نبقاو واقفين لابسين حتى لو كانت الرياح قوية. بزاف منا كيظن أن السلام الداخلي معناه أنك ما تحسش بالغضب أو الحزن، ولكن هاد الشي غلط. المشاعر السلبية هي جزء طبيعي من الحياة، بحال الفرح والسعادة. المشكل ماشي في الوجود ديالها، ولكن في الطريقة ديال التعامل ديالنا معها. أول خطوة هي أنك تعترف بوجودها، ما تحاولش تهرب منها أو تكبتها. إلا حسيتي بالحزن قول راسك أنا حزين دابا أولا أنا طالع لي الدم دابا. إلا حسيتي بالغضب اعترف بيه، كيف ما كنقولوا حنا أنا معصب. هاد الاعتراف هو أول خطوة نحو السيطرة. ثاني خطوة هي أنك ما تخليهاش تسيطر عليك. كاين واحد الفرق كبير بين أنك تحس بالغضب وبين أنك تكون إنسان غاضب. المشاعر بحال الضياف كيجيو وكيمشيو، ولكن انت هو مول الدار. دابا غادي نتطرقوا لأدوات بسيطة اللي غنتعاملوا بها مع هاد المشاعر. غادي نعطيكم أدوات اللي تقدروا تستعملوها في أي لحظة باش ترجعوا الهدوء ديالكم. أول حاجة التنفس الواعي. ملي تحس براسك كاعي مقلق معصب خد نفس عميق مدة 3 أو 4 ثواني وعاود العملية 3 أو 4 المرات. هاد الشي كيرسل إشارة للدماغ ديالك باش يتهدن. ثاني حاجة هي الكتابة. غتاخد ورقة وستيلو وبلا ما تفكر كتب كلشي اللي كتحس بيه، خلي المشاعر ديالك تخرج على الورق. هاد العملية كتخفف عليك بزاف وراها مجربة. تغيير المكان. إلا حسيتي بالغضب أو التوتر ببساطة نوض من بلاصتك سير لبلاصة أخرى. هاد التغيير البسيط في البيئة كيعطي فرصة لعقلك باش يغير التركيز ديالو.